بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. بعد التحية نتقدم إليكم بالشكر على اختياركم الحوار من خلال جريدة العبور. في البداية نود أن تقدم لنا سيدي مسيرتكم السياسية والعلاقة التي تربطكم بهذه المدينة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية تحية لجريدة العبور على هذه الاستضافة. بالنسبة للمسيرة السياسية، أولا أعرف بنفسي مصطفى بن هلال، عضو المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، عضو عامل كذلك بالحزب. ساهمت في جميع المحطات التي شارك فيها الحزب الإقليمي. بالنسبة على علاقتي بالمدينة، أنا أستاذ تعليم ابتدائي ومن قبيلة الزرقيين والمبارك، رئيس جمعية الأمن الثقافية والاجتماعي. بهذه المناسبة وأغتنم هذه الفرصة لأوجه في البداية رسالة ود واحترام إلى جميع وكلاء اللوائح الانتخابية بإقليم بوجدان، ثم أوجه رسالة إلى الأحزاب المشاركة لنعمل سويا على إنجاح هذه العملية باحترام المتبادل لكي تنتصر الديمقراطية ونكون بذلك قد فزنا جميعا. ثم رسالة أخرى الموجهة للناخب بتحكيم العقل والمنطق للتصويت على الأصلح لخدمة المدينة وتطبيق البرامج المقترحة مع القطع مع كل أشكال إفساد العملية وخصوصا شراء الذمة. شكرا سيدي. من خلال هذه المناسبة الانتخابية، هل لكم أن تقدموا لنا إنجازاتكم السابقة في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي على مستوى إقليم بوجدور؟ فيما يتعلق بالإنجازات، فلقد كان للحزب مساهمة فعالة في تخليق الحياة السياسية بالإقليم، ثم مداومته مع المواطنين من خلال خدمات المقر، ثم تحمل الحزب لمشاكل المواطنين وفتح ملفات مختلفة، ثم مساهمة فعالة في المعارضة والدفع بها لتصبح قوة عكس ما كان في السابق. بالنسبة لمستوى الأنشطة، فلقد ساهمت في الإقليم، أشرفت على تنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية والاجتماعية والتربوية لا يمكن الحديث عنها في هذه الدقائق لكثرتها، مثل محاضرات، معارض الكتاب، مخيمات صيفية، ملتقيات إلى غير ذلك من الأنشطة. هل توجد لديكم خطة أو تصور مستقبلي بالنسبة للشباب وإشراكهم في الدور السياسي والاجتماعي؟ بالنسبة لموضوع الشباب، فلا أحد يمكن أن ينكر دور الشباب في العملية السياسية إلى جانب المرأة. بالنسبة للخطة، نحاول أن ندمج الشباب من خلال شبيبة الحزب وفتح المجال لهم التكوين والتأطير كمشاريع لقيادات مستقبلية، وكذلك مشاركتهم في أهم المحطات والملتقيات. أثناء الحملة التي تقومون بها، ألم تلاحظ بعض الاختلالات والخروقات التي شابت الحملة؟ بالنسبة لهذه النقطة، تحدث عن الحملة التي قام بها حزب العدالة والتنمية، وقمنا بحملة راقية واعية نهدف من ورائها إلى توعية المواطنين أولا، ثم لنظهر المستوى الحقيقي للهدف من الحملة، الاعتماد على التواصل بشرح البرنامج الانتخابي والتعريف بالمرشحين. والكل لله الحمد أعجب بحملتنا ولم نتلقى أي تهديد أو تضييق. سيدي، ما هي نقاط التمييز في برنامجكم السياسي والتي يمكن من خلالها أن يختار المواطن البوجدوري حزبكم على باقي الأحزاب السياسية المنافسة؟ بالنسبة للبرنامج الانتخابي ونقاط التمييز، الإشارة برنامجنا الانتخابي اعتمدنا على البرنامج الوطني الذي يتخذ 205 إجراءات عملية. كذلك استعنا في البرنامج بالمعطيات الإقليم، وكذلك من خلال تقارير أو محاضر الدورة لفريقنا في المعارضة وكفاعل جمعوي. فإنني أقترح اقتراحات أخرى لهذا البرنامج، هو إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المساهمة والتأطير، ثم إشراك الساكنة في الاقتراح ومراقبة المشاريع، ثم تدبير أفضل الموارد البشرية، ثم تفعيل خدمات القرب خدمة للمواطنين، وكذلك
تحديث إدارة خدمات بالجماعة عن طريق برامج معلوماتية، ثم تفعيل دور لجان المجلس. هناك نقاط كثيرة ولكن اقتصرت على هذه فقط. نعم، شكرا. هل لديكم إلمام بالمشاكل التي تعانيها مدينة بوجدور، مدينة تحدي؟ إذن بالنسبة لهذه النقطة صراحة المشاكل كثيرة ولا يمكن حصرها في هذه الدقائق، وإنما سأتطرق إلى بعض منها ضعف خدمات القرب في الإقليم، ثم المشكل العويص المتعلق بالنظافة. فيعني المدينة تحتاج إلى برنامج محكم لهذه النقطة، ثم قلة الاستثمار وفتح مجال فرص الشغل، ثم ضعف الخدمات المقدمة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم هناك مشكل حكامة التسيير وفقدان رؤية واضحة لأهم المعيقات ومحاولة التفكير في إيجاد حلول مناسبة. شكرا. هل يوجد لديكم هدف أساسي ورئيسي تهدفون إلى تحقيقه في حال فوزكم ونجاحكم إن شاء الله؟ بالنسبة للأهداف هي أهداف كثيرة، ولكن أساس منها هدفنا الأساسي صراحة هو خدمة الإقليم لما فيه مصلحة المواطنين، ثم الرقي بمدينة بوجدور بحجم الإمكانات التي تتوفر عليها، ثم المساهمة مع كل من له رغبة أكيدة في الإصلاح والقطع مع كل أشكال الفساد. طيب، ما هي وسائل التواصل التي تفتحونها أمام المواطنين ليسمعهم صوتهم؟ بالنسبة لهذه النقطة نحن صراحة لدينا برنامج التواصل، وهذا البرنامج يخضع إلى عدة وسائل، منها أهم نقطة اللي هو التواصل المباشر مع الساكن ومع المواطنين بزيارات إلى مقراتهم. ثم الوسيلة الثانية هي الاستوديو المتنقل عبر مكبر صوت لشرح البرنامج الانتخابي، ثم نعتمد كذلك على شاشة العرض المشاهد من خلال عرض بعض التدخلات القيادية في الحزب، ثم توزيع الجرائد يوميا التي نتوصل بها عن طريق الحزب كذلك، ثم لقاءات نوعية لشرح البرنامج، ثم استقبال المواطنين بالمقر. هذه هي بعض أهم النقاط في التواصل. شكرا سي بلبلال مصطفى، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بإقليم بوجدور.